عمار اصل التويوتا في مصر، مش مصري بس، يعني الوطن العربي برضه. تخيل ان عربيه لاند كروزر فيها الفتيس محروق وماشي على بند واحد، ويختار ان هو يجي لعمار في مصر عشان يرجع له الفتيس فابريكا وزيرو وباقل من ربع التكلفه. مالك العربيه دي من الناس اللي بتحب المغامرات وبيحب الاوف رود، فبينزل بيها الصحراء كتير، وفجاه العربيه بقت ما بتنقلش معاه وماشيه على نقله واحده، فيقرر ان هو يجي من بلد تانية لمصر علشان عمار يحول له الجير بتاعه ويرجعه زيرو، اكن العربيه لسه خارجه من المصنع بدون تغيير الفتيس وتوفير اكتر من 70% من التكلفه. كنت في مشكله كبيره في مصر، كان حصل لي عطل كده في العربيه، فجيت الورشه بتاعت ابو عمار، الناس محترمين جدا وناس كويسين بطريقه وشغلهم منظم وفاهمين في الحاجه اللي هم بيعملوها. يعني العربيه كنت لافي قريبا لاسبوعين او 3 اسابيع انا ما فاهم اي حاجه، لكن الحمد لله حس الامور ظبطت، ده خلاص راجع بلدي ان شاء الله. فبنصح كل الناس، يعني اي واحد عنده مشكله في التويوتا كلها كده يجي لي ورشه ابو عمار. عندهم بالظبط كده في باشمهندس جو اسمه عمر درعه، يعني ما شاء الله. عمار اصل التويوتا في مصر، مش مصري بس، يعني الوطن العربي برضه. شكرا. لو انت كمان معاك عربيه تويوتا وما تعرفش اهم الصيانات اللي بتحافظ على العربيه دي وتخليها وحش في اي مكان، كل اللي عليك تروح لعمار يعمل لك اسكان كامل للعربيه دي ويطمنك عليها من اي تو زد، من الاكسدام للاكسدام، من بدايه العفشه والفرامل والموتور والجير، وكمان يعمل لك خصومات بتوصل ل 40% على السوفت وير، ويحول لك اداء العربيه دي وحش في اي مكان. ما تنساش ان عمار اصل التويوتا في مصر والوطن العربي. سلام.